السلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وانتم تشاهدون هذا الفيديو. هذا ان شاء الله اليوم جيت لكم فيديو جديد ان شاء الله وصفه لتغطيه الشيب الابيض من اللي كيكون في الشعر. كما وعدت بزاف ديال البنات من قبل، الوصفه هذه ان شاء الله سهله وكتبغي فقط الاستمرار عليها، كتبغي انها تكرر على الاقل مرتين في الاسبوع باش تعطيكم نتائج مزيانين. وصفه سهله، مكوناتها موجودين في اي منزل. عندي هنايا تقريبا معلقه ديال زيت جوز الهند، انا راه هنا ذوبتها لان كما كتعرفوا البرد كتجمد، ذوبتها. عندي هنا تقريبا 2 معالق كبار ديال الحبوب القهوه، وعندي هنايا هذا الماء مغلي البطاطس، قشور البطاطس وقشور البصل بهذا الشكل. هذا الزيت الجوز الهند راه كنا كنعرفوا بانه كيعمل كانه كيغمق اللون ديال الشعر، كيعطي للشعر واحد اللون داكن، يعني اللون ديال الشيب. مع الاستمرار عليه دائما دهنوا به. وحاجه اخرى نصيحه اللي نقول لكم انكم ديروه في الشامبوان ديالكم، تقريبا معلقه صغيره من زيت جوز الهند ديروها مع الشامبو اللي كتغسلوا به الشعر، مزيان للتلف ديال الشعر، ومزيان كما قلت لكم حتى انه كيغمق اللون ديال الشعر الابيض. القهوه نفس الشيء، حتى كتعمل حتى كصباغه طبيعيه كما قلت لكم مع الاستمرار، ما غاديش يعطيكم نتيجه من الاستعمال الاول. هذه الوصفه هذه تحتاجوا تستعملوها مرتين في الاسبوع على الاقل، وممكن ان شاء الله يعني تشوفوا النتائج ديالها بعد شهر او بحال هكاك. المهم انكم على الاقل واحد 3 شهور نتوما كديروا هذه الوصفه هذه. غتبداو في الشهر الاول طبعا 2 مرات في الاسبوع، بداو ديروها غير مره في الاسبوع، لان هذه ماشي صباغه كيميائيه، كما يعني هذه صباغه طبيعيه، وان شاء الله الا استمريتوا عليها غادي يعجبكم الحال وما غاديش تندموا لانكم استعملتوها. وعكس الصباغه كتبدل لون الشعر، ولكن راه كتكثر الشيب وكتخرج على الشعر. يعني الصباغه ماشي فقط كتبدل لون الشعر، هي كتبدل حتى النوعيه ديال الشعر. بخلاف هذا الشيء بالعكس، هذا الشيء اللي طبيعي راه كيحافظ على الصحه ديال الشعر، كيمنع التساقط ديال الشعر. غير هو النتيجه كيتعطل شويه باش يعطيك النتيجه ديال انه يصبغ لك الشعر ديالك، ولكن زوين. ونهار اللي غتبدا تشوفوا النتيجه انه اللي زوين في هذه الوصفه هذه، لان القهوه كتعطي واحد اللون زوين، غيجي بحال يعطيكم بحال ديماج في الشعر، كيبانوا زوين بحال الهايلايت كيكون في الشعر. وان شاء الله نبداو على بركه الله. القهوه قلنا لكم كدير هادو البطاطس اللي زوين فيه البطاطا، بان كنعرفوا المكونات هاد القشره ديالها بالذات كتحتوي على بزاف ديال المغذيات للشعر، بزاف ديال المعادن، وايضا فيها حاجه مهمه اللي هي النشا. كما كنعرفوا النشا مزيان في اصلاح الشعر، في الترطيب. بزاف الوصفات اللي ترطيب الشعر والتنعيم ديالو كيدخل فيها النشا. وراه هاد القشره ديال البطاطس هكا القشره ديالو راه غنيه بزاف. هاد كيفاش تحصلوا عليه، كتبداو تسلقوا البطاطس حتى تولي هكا، تولي طريه البطاطا، القشره ديال البطاطا بهذا الشكل هذا. بيان سور كتغسلوها مزيان الاتربه اللي كتكون فيها الاوساخ، ومن بعد حتى كدير هكا وكيولي اللون ديالها بهذا الشكل هذا. والقشور البصله راه غنيه غزال بقشور البصله لتساقط الشعر. غير فقط المغلي ديال القشور البصل بوحدو الا كتشلو به شعركم كيمنع تساقط الشعر وكيكتف الشعر وكيدير بزاف د الحوايج بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كتغليوهم، تقدروا فقط هذا تهزوا، فقط هذا ديروه في الرشاش على البار الشاشه وبداو ترشوا بها الشعر ديالكم، او تخلوه كشطفه اخيره تشلوا به شعركم ورا الغسيل. وتقدروا تخلطوا به اي وصفه، اي صبغه طبيعيه، سواء الحنه سواء كتدخل فيها اعشاب، اي حاجه تقدروا تخلطوا، يعني تخلطوها بهذا المحلول هذا ديال مغلي الماء القشور البطاطس وقشور البصل. نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا ناخذ كما قلت لكم، انا هنا درت طبعا هذا الشيء كيبقى على حسب الكثافه ديال الشعر، كل واحد شحال يدير. انا هنا عندي 2 معلقات ديال القهوه ومعلقه كبيره من زيت جوز الهند، وكنعجنهم بهذا هذا. غير هذا الماء خصو يكون سخون، من الاحسن يكون سخون مع القهوه. الا كان بارد مثلا حضرتيه قبل، ديري شويه مع القهوه انه يسخن، ديري خلطي مع القهوه وديري بشويه يسخنوا. كنجيب الخليط بهذا الشكل هذا، كتطبقي على الشعر ديالك تقريبا كتخليه واحد ساعتين حتى ساعتين ونص. كديري فاش كديري الشعر ديالك كديري عليه البلاستيك وكتخليه واحد ساعتين حتى ساعتين ونص. من الاحسن ما يكونش قل المده، ما تكونش قل من ساعتين. وفاش كتغسليه فقط بالماء وبالديري ديميلور، وما ديريش ليه الشامبو. ما غاديش تقوليش ليا بان الشعر لا حيت فيه الزيت ولا غيتزيد، لا، لان كما قلت لكم اصلا زيت جوز الهند راه كدار في الشامبو، كدار مع الشامبو، كتضاف للشامبو الا بغيتي الشعر ديالك باش تحافظ على الشعر وتحافظ من هذا، تحميك من الجفاف ديال الشعر. يعني من الاحسن يكون الشعر نقي باش ما نستعملوش الشامبو. بهذه الوصفه الطبيعيين الصبغه الطبيعيين من الاحسن ما يدارش موراهم الشامبو، دائما دار موراهم الديميلور. كنتمنى البنات انكم تجربوا هذه الوصفه هذه. البنات اللي طلبوا مني الوصفه ديال الشيب ان شاء الله ندير لكم وصفات اخرين، كنتمنى انها تعجبكم. وما تنساوش تعملوا لي لايك الفيديو الى عجبكم، وما تنساوش ايضا يعني الاشتراك في القناه اذا ما كنتوش مشاركين. وشكرا والى اللقاء. السلام عليكم.